أهم العوامل لتناجح قناتك هي الصورة المصغرة. أنا في الفيديو هذا راح أوريكم كيف صنع صور مصغرة زي اليوتيوبر المشاهير زي هايبر وفليكس وعمر فايف وكثير يوتيوبر آخرين مشاهير تشوفون فيديوهاتهم والصور حقهم أسطورية. طبعا الصور المصغرة هي أول شيء يجذب المشاهد لفيديوهاتك وبتسميها بطريقة مميزة وملفتة وبشكل كبير راح تخليه يكمل الفيديو حتى النهاية. وفي هذا الفيديو راح أشرح لك الخطوات بالتفصيل وأعطيك نصائح وأسرار تخلي صورك مصغرة تخطف الأنظار. بس يلا نبدأ. أوكي، أول شيء عشان تسوي صورة مصغرة يلزمك كثير تطبيقات، وأنا عارف إن راح تجيك أزمة ذي. وش التطبيق اللي تستعملها الآن؟ عشان تصمم الصورة المصغرة أو سكنك تسوي له ريندر لازم تحتاج تطبيق نسيت اسمه حرفيا. أنا أول شيء اضغط على البلاي ستور ونزل له كسره، وبعدين اضغط على الزائد، بعدين ادخل، بعدين اضغط على ذي العلامة، وبعدين اضغط على الريندر، بعدين راح اخليكم رابط تحميل السكين. وانخوى حرفيا بالنقط، بس انا جبت لكم مجان، تبيروها رشوة يا اخوان. امزح يا اخوان، لا حد يسمع. وبعدين اضغط على 3 خيارات او اي خيار اختاره، بعدين انزع كل ذي الرؤوس الزائدة، شيء يكون في رأس واحد يعني، فاهم؟ وبعدين حرك من هون عشان تسوي سكنك او تضيف سكنك يعني. بعدين اضغط على علامة الزائد وضيف سكنك يا اخوان، واضغط على هذه عشان تغير سكنك وترجعه الابيض. وعشان ما تلف لك يا اخوان فوت ضيف سكنك يا اخوان، وبعدين حاول تخليه اوف. اذا نكون خلصنا اول خطوة. انت عندما كملنا راح تقول لي يا روبي وش قاعدين نسوي انت زي الاحول ما تعرف ولا شيء. اقول لك اذهب الى البحر واشترك في القناة. يب الان من جد لازم ننزع كل الرؤوس او الرؤوس الزايدة يعني، لازم تنزع، ضغط اكس وبعدين ننزعها ذي لصقها تحت عشان يكون راس شوية 3D يعني، فاهم؟ وبعدين شوف ذي احذف امها يا اخي، احذفها امها. بعدين لصق او احذف اليدين، احذفهم، احذفهم. بعدين لصق كل ذي اليدين، وكذا اكملت ركبت السكن. وهذه فقط البداية يا اخوان، لا تحسب بشيء اخر. اشرحكم هذه عشان تسوي يعني حركة السكن. شوفوا كيف، شوفوا او ماي جاد، هذه عندما تصعد وذيك اللي تهبطه يا اخوان، يجي مرة قادح اسطوري. والثانية يا اخوان عشان تحرك السكن او تضيف له تفاصيل، عشان تحرك له يده يكون اشي مرة اسطوري يا اخوان. اذا راح نعدل على سكن يا اخوان راح نوريكم النتيجة في الاخير. عشان ندور سكن يا اخوان. الاخير ما من امك داعي يا اخوان، ما من امك صلاح. بس راح نعدل على سكن وبعدين راح نرجع لكم وراح نوريكم كل الخطوات الاخرى يا اخوان. تمام، اول شيء عشان تصغر سكن لازم تحرك ذي عشان اوه ماي جاد كسرت له يده. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد يده. اوكي راح نعدل على سكن. تمام يا اخوان، عدلها مثل ما تريد، انا راح اخلي زي كذا. بعدين راح اسوي له يعني مفاصل اسطورية. ترى لسكو اخوان انهيت من سكين بس يعني وضعه. تمام يا اخوان، بعدين نسوي له كذا، بعدين اضغط على يعني عشان نضيف له ضوء هو في مكان محرج عشان نضيف له نور الشمس. راح نكمل يا اخوي، اضغط على بيسفول، بعدين اضغط على زيف عشان تحرك يعني الضوء وتخليه من تحت عشان يكون اشي مرة اسطوري. بعدين غيره الى واحد وكذا صار افضل يا اخوان. شوفوا كيف صار يبان السكين اشي مرة اسطوري. بعدين اضغط على المربع، بعدين اضغط على الكاميرا عشان تسوي كاميرا عشان تصوره يعني يكون يجي مرة اسطوري عشان يطلع سكين اسطوري. بعدين غيره الى خلفية خضراء وكذا. قبلنا يا اخوان، قبلنا ريندر سكين. اضغط على هذه وبعدين اضغط على التحميل وسوي يعني 1765 دولار 1348 يا اخوان. نسوي عالية عشان تكون جودة كويسة و4K يا اخوان. الان راح نستخدم تطبيق مشهور. اول شي راح نضيف ورقة يعني، وخليكم مع الشرح عشان تشوفوا الشرح وركزوا معاه في الشرح. ويلا ليتس جو.
وبس يا اخوان نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناه، واذا استفدتم حطوا لايك، اذا ما استفدتم حطوا اشتراك يا اخوان. وصلوا ذا الفيديو ل 100 لايك اذا استفدتم. وبس نلتقي في الفيديو الجاي. بيس. Guys, you gotta report it. See, you reset.